القصة ديالنا كتبدا في الصين مع واحد البنت طايحة على الطوموبيل اون بان في الطريق بين الجبال. جبد التليفون طلب مساعدة وحس الرزو ما كاينش. كدور كيبان لها كاميو جاي وقف على الشيفور قال لها شي مساعدة. بان لها وجهو ماشي داير الخير حتى بانت لها واحد الطوموبيل جاية من وراها فيها واحد الشاب مقاد الحالة والادب والصواب. طلعت معاه بلا ما تفكر تحركت معاه شكراتو كدي وكتجي معاه في الهضرة. خونا كيهضر معاه بالعبار وكيتثبت فيها. بغات ترجع الكوسه اللور كتلقى ايد الانسان عرفت راسها طلعت مع قتال. حتى فرينا بها الطوموبيل هبط هز واحد الكلامونات بقى كيضرب فيها الراس حتى صفاها ليها. من بعد سيمانه الطوبيس غادي من نفس الطريق فيها شي ناس. واحد فيهم اللي سميتو وورك موظف شركه التامين كيهضر مع الشيفور اللي سميتو دون. قال لي راه السيمانه اللي فات اختفت واحد البنت في الطريق اللي غاديين فيها ولحد الان البوليس ما قدروش يعرفوا شنو السبب ديال الاختفاء ديالها. حتى كيسمعوا في الراديو باللي وقعت واحد الاكسيدون في الطريق اللي شادين. وصلوا البوليس وعلموا اي واحد يدخل الطريق يرجع في حاله. واحد من الركاب اللي سميتو لي قال دور راني خدام فين غادي ترجع. دون قال لهم غادي نشد شي بيستا غادي تخرجنا في الطريق الثانيه. دخل معاهم بين الجبال تبان لي واحد النفق قدامهم. دون قال لهم عمري ما شفت نفق هنا. كيقولوا شنو هادي بوحده في هذا النفق. دون فتح لهم الباب قلعوا معاه الطوبيس اللي كيشوفوا فيه كيشوفوا الجورنال اللي كيقرا فيه مكتوب عليه باللي مجرم مطلوب بالعداله. وشبدوا شدوا فيه حتى طيح راسو. وكان معاهم في الطوبيس مرا حامله سميتها سونا. شدت بالتليفون ديالها قاتل الريزيم قطعوا الكاميرا. فاش فقت ولات عارضه الازياء رماو الماروج ديال خوتها. وليد ديال تا واحد سميتو توب باركور اختو يوجي اللي كيتقابلوا. كانوا غاديين للمدرسه. الدور من بعد 20 دقيقه وهو غادي في هذا النفق. قال لهم راه هادشي ماشي طبيعي. قال لهم راه هذا النفق كاين في مدينه في 11 كيلومتر تقدروا تضربوا ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه وحنا ضربنا ما بين حتى ل 20 دقيقه. قال لهم قلبوا ورجعوا في حالكم. قدام النفق ما بان والو. طلب الطوبيس يرجع. ضرب من الساعه الخرجه ديال النفق ما بغاش تبان. ما فهموا والو شنو واقع. قال لهم خلينا نشوفوا شنو واقع في هذا النفق. هبطوا كاملين من الطوبيس. سونا بقات شاده التليفون ديالها اللي كانت راميه. يدخلوا دابا فهموا باللي هذا النفق ماشي عادي. قال لهم غادي نبقاو كاملين في هذا النفق وانا غادي نمشي على رجلي نقلب على الخرجه. قال خاصني شي خيط اللي غادي نشدو. واحد بكم راس ديال الخيط هو شي واحد يجي معايا. سونا قالت لهم عندي واحد الكره ديال الصوف. هبط الشخص اللي كان معاهم سميتو تشين. قال غادي نمشي نقلبوا على الخرجه. عطاو الورك الحبل وداو معاهم الكره اللي غادي معاهم ما مرتاحش ليه. قالوا غادي حتى قدام الطوبيس ما بقاش كيبان ليهم. هما مكملين تهربوا في قلب لهم واحد الباب قدامهم. صار واحد الطوبيس بدات كتغوت شاف جوج جايين بالمالور. قربت لهم لقاو غيلي والتشين. قال لهم شنو درتو. مشيتو فيها ورجعتو مشيتو في اتجاه ورجعتو في اتجاه. وورك باقي شاد الخير والتشين جر ليه الخير من الاتجاه الثانيه. طير وورك من يدو تصدموا كيفاش هذا النفق مستقيم وكيرجعوا لنفس البلاصه. العقل ديالو حبس. قال لهم غادي نجلسوا ونرتاحوا ونقسموا داك الماكله اللي عندنا ونحاولوا نستوعبوا هادشي اللي وقع لينا وفي هذا النفق اللي كاين هنايا باش نلقاو شي خرجه. حطوا كاع داكشي اللي عندهم قسموا بيناتهم. من بعد اليوم تشينو دون وورك تحركوا مع النفق يفهموا شنو كاين. خلاو البنات مع باركو اللي نعس في الطوبيس مده 30 دقيقه. كيفاش عاودوا لقاو الطوبيس تخبر عطاوكا وحتى النفق كامل مغبر. وصل عندهم من الليل معاه. دون طلع يهبط الماكله لقاها كامله خسرات. فهموا بلي الزمان كيتحرك في النفق بسرعه مختلفه على برا. ساعه على برا يساوي ايام في النفق. طبيس لقاهم حطات في واحد الخريطه ديال النفق حيت شي واحد حط عليهم ما كانش من قبل. يفهموا بلي شي واحد كيلعب واحد الخريطه فوق الطابله وكيحاول يعرف الداخله والخارجه ديال النفق. حتى الضوء تقطع في النفق كامل. واش يسمعوا واحد الغوت. مشى للضوء ديال الطوبيس لقاو بلي اختفى من قدامهم. لقاو تما الضوء ديال الارض بحال شي واحد جرو. بقاو سابعين حتى وصلوا للحيط ديال الريفو. لقوا غرفه داخل فيها التصاور ديال الناس مقتولين وايديهم مقطعين. التي لقى البلان ديال البلاصه اللي هما فيها وفيها هندسه ديال 6 انفاق منفصلين كل واحد فيهم كيوصل للثاني. فهموا باش يخرجوا من هنا خاصهم يدوزوا منهم بجوج. وهاد الغرفه اللي وصلوا ليها من النفق الثاني بداو كيقلبوا في الغرفه على الباب حتى لقاو واحد الاجنده فيها نفس التاريخ ديال 15 يوليو. طيروها لقاوها من ورا الباب. دخلوا لقاو التلفزه من وراهم فيها بنت محبوسه في واحد الكاف وكطلب منهم المساعده. دخلوا النفق الثاني لقاو الطوبيس ديالهم واقف فيه. ما فهموا والو كيقلبوا لقاو نفس النفق اللي كانوا فيه ولكن في واحد الزمن اللي مختلف. وورك طلع الطابله ديال الكرتونه ديال الماكله وهبط دون بلا سلاح في الطابله. هبط منيش على وورك قال لي غادي تحضر الماكله اللي ديتي لينا. ولقى النص ديالها ولكن حليل الكرتونه ورجع اللور. الوقت كيدوز الجوع قهرهم وكيحاولوا يصبروا والصبر ديالهم تقاضى. وورك سلت من وسطهم تحرك للطوبيس يز منهم شي حاجه ديال الماكله. منين كيدور كيلقى دون تابعه معاه بدا كيسير
طير فيه وهز برميل وبغى يهبط عليه، شي واحد دق فيه بموس من اللور صفاه عليه، من مورا ساعه مجموعه رجع الطوبيس شافوا الضون ميت وورخ سرقوا كتموا بعضياتهم بلي صفاها، والدليل بلي واحد الباكيه دار نايس تحت الطوبيس في الباطيش بان كاين قادوس لتحت، دفعوا الطوبيس وهبطوا القادوس، خرجوا في غرفه ثانيه نفس الشكل ديال الغرفه الاولى، شافوا فيها التلفازه ديال البنت اللي كانت باقيه كتغوت وكتطلب مساعده، بقاو كيقلبوا على الباب حتى لقاو، دخلوا معاه وخرجوا في النفق الثالث كامل مظلم وخارجين في القوات ديال الواد الحار، الطوبيس ديالهم كامل عامر غير البوطات والفيران، تونا بقات كتغوت شاف جثث ديال الانسان قاصحين فوق الطابله والماكله قديمه، وورك الجوع قارو هزو كلام داك الشيء تمرض كلشي، تونا بقات عطاتهم من النبي واللي كانت مدوزه بها الوقت، كيقول لها زيديني كتقول لي راني حامله هذه اخر حاجه عندي، جبد فردي وحيد لقى داك الشيء اللي عنده وقال لهم اي واحد خاصني شي حاجه خاصو خرجها، اللي خاصني شي حاجه خرجها وعطاها لهم، وقال لهم تكتب باللي كلشي نافع، خاص يموت واحد فينا، الاول اللي مات هو ليه والثاني الضون وحتى تعزل واحد بكم صفاها ليه، كلشي رجع اللور قال لهم شكون اللي غادي نعزل، عطا سلاح الصونه وخليها تيري في التشين، جات لي القرطاسه صفاتها ليه، يجي هز واحد الخشبه وبغى يطيح عليه بها، صونه طيرات عليه وجرحاته وخرجت من الغرفه الثالثه، كيفاش تخفي وما بقاش السلاح، طيرات في يوجي وصفاتو، بقى غير سارق كيخنق بها حتى دق فيها شي واحد من اللور صفاها، كملوا الرباعه اللي بقاو صاروا باركو صونه وتشين لقاو باب وخرجوا في النفق الرابع، كان فيه واحد المخدر، صونه شدها للرجع وجلسات مع باركو صاروا تشين مشاو يقلبوا في الطوبيس حتى لقاو بدات المخدرات اللي مطلقه في النفق، بدات كتهلوس كتشوف الناس كيدوروا حداها، خرجت عافطه غدا في النفق كتجري وكتبالى وكتنادي في بنادم، حتى وصلت قدام واحد المرايه بقى كتشوف فيها بلا ما تشوف شي واحد، جا واحد من وراها صفاها ليها، رجعت الانتسون لقات راسها دارت وليدها مات ليها، بقات كتكمل الطريقه عرفت راسها كتمشي بلا ولدها، جبدت موزه ودفاتو في صفاتها ليه من مور، هادشي تشين كيفيق مختبر سري فاق من التنويم مغناطيسي، وغادي نشوفوا واحد الجثه مع اسكالي اللي كيكتشفوا فيها شنو اللي وقع، الجنرال كيكتشف له الضباط اللي معاه، لقاو المتسي اللي بان في بدايه القصه سميتو جيمس موجود في واحد البارش في كاع فقط الوعي ديالو، وصلوا للسبيطار دخل في غيبوبه، اختفى عدد كبير ديال البنات اللي صفاها لهم والاخبار اللي عندنا، وحده اللي باقا عايشه من ضحايا سميتها تساو، حتى شي واحد ما عارف فين كاينه من غيره هو، اللي باقي في هذه اللحظه في الغيبوبه ما قادرش نستجوبوه، وعلاش الجيش طلب مساعده من هاد الابحاث ديال الدماغ باش يحاولوا يدخلوا الذاكره ديال جيمس مع شخص اخر باش يعرفوا تساو فين كاينه، والتين كان باحث في المعهد وقدر يوصل للعقل الباطني ديال جيمس وفهم سبب الاختفاء ديال تساو، الجنرال قال دابا اول الامل ديالنا هو نعرفوا تساو اللي هي مراته، يعني خصنا نعرفوا فين غبرات، وبالتجربه ديال الباحث قدروا يوصلوا للموقع التقريبي ديالها قريب من واد تشين في شي جبل تما، ولكن داخل العاصفه وداك المنطقه في 30 ساعه الجايه غادي يطلع الواد وما غاديش يقدروا يدخلوا لشي كهف تماك، هادشي علاش خاصنا نخليه يدير التجربه الثانيه باش يوصل للموقع النهائي ديالها، في الليل تشين بقى كيراجع داكشي اللي شاف في العقل الباطني ديال جيمس، الجنرال جا عنده سولو شنو وصلتي ليه في الابحاث ديالك، قالوا تفكرت واحد الاجنده كنت شفتها في 15 يوليو 1996 ما عرف شنو كتعبر، الجنرال قال لي داك هو النهار اللي مات فيه ولد جيمس، والسبب هو الاب ديالو كان ديما كيسكر وكيضرب الام ديالو كل نهار، في داك التاريخ الام ديالو صفاتها الاب وصفاتها راسها، جيمس تحطم نفسيا من بعد ولا مهندس ديال الانفاق، من بعد دخل في غيبوبه والعقل ديالو بدا كيخلق تخيلات ديال ستة الانفاق ما عندهم لا بدايه لا نهايه، وحاولنا نديروا تجربه نخرجوا من داك الحلقه ديال الانفاق لعل وعسى يبغى الغيبوبه ويصطدم بالشخصيات اللي كانوا في النفق، وحاولوا نتواصلوا مع شي واحد فيهم باش نعرفوا فين محبوسه تاو، ولكن ما قدروا يوصلوا لوالو حيت هادو كانوا شخصيات ديالو، كل شخصيه كتمثل جانب من العقل ديالو، دونك كان كيمثل العنف، وارك كان كيمثل الانانيه، والشخصيات ديال الاب والام كانوا كسارى، سونا كانت تمثل الامومه والتضحيه، وباركو يوجي كيمثل الطفوله والتوحد، والشخصيه الوهميه ديال القتل والاجرام هي اللي قتلت ليه ودون وورك، من بعد ما كمل جنرال كلامه قال التين خاصني نعاود ندخل في التجربه مره ثانيه باش نعرف حوايج اخرين، دخلت التين المرحله الثانيه من نقل الذاكره ديال جيمس، شاف لقطات قويه بزاف، سولوا على البلاصه فين كاينه مراته، رفض يعطيهم الموقع، رجع السبب الحقيقي اللي خلاه يخطف كاع البنات ويصفيها ليهم، شاف الاب ديالو كيقتل الام قدام عينيه، ومن بعد تما ولا ما كيحس بالامان تجاه البنات، تي مشى الشخصيه ديال العقل الباطني مشى عند باركو حاول يعرف منه الواقع، يوجي حبسته ما خلاتوش يعطي الموقع، مشى الشخصيه الثامنه الوهميه ديالو للقتل والاجرام اللي بغات تمنع الثاني يوصل للحقيقه، باركو خرج من الجهاز وواجه التين الوهمي، تواجهوا بجوج وفي نفس الوقت تاو كان الماء كيعمر الكف، تشين في العقل الباطني فهم بلي مستحيل ينتصر الا ضحى براسو، جبد الفردي وطير به راسو، اختفت الشخصيات الوهميه، وجيمس فاق من الغيبوبه عرف البوليس فين كانت تاو، مشاو نقدوها في اخر لحظه، والتين ما عاود تفاق، وبان في مشهد اخر كيمشي بوحدو في واحد النفق بلا نهايه، وتما كيبان بانه بقى غير بوحدو، وهنا كتسالي القصه ديالنا، كنتمنى تعجبكم وتخليونا شي لايك وكومونتير، تهلاو.